برنامج بدون رقابة برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. حنتكلم عن الجامعات في غزة، وهي هم كبير لكل المواطنين ولكل أولياء الأمور اللي بيسمعونا. بيبدأ الفساد في التعليم الجامعي منذ ما قبل مرحلة التسجيل، ولم يتبقى في إعلانات الجامعات إلى أن يقولوا لا يرسب لدينا أحد. أين تذهب منح الطلاب المحتاجين، حيث عند التخرج تسرق المنحة ويسجل المبلغ على الطالب قرضا واجب السداد قبل تسلم الشهادة. توقف الجامعات منذ زمن عن توظيف كادر جديد معتمدة على تشغيل المحاضرين بنظام الساعة. وفي خضم المصارعة لإرضاء الزبون تلجأ الجامعات إلى استفتاء الطلاب عن بعض المحاضرين فيكسب المحاضر الفقير الذي يبحث عن عمل. تلجأ الجامعات اليوم إلى اختيار المحاضرين من المتخرجين منها حديثا بدرجة الماجستير ليحاضروا في زملائهم بثمن بخس. الفصل الصيفي واختراع لجباية المال. كيفية التعامل ومراقبة الساعات المكتبية في الجامعات. لماذا تم خفض مكافآت المحاضرين بنظام الساعات إجباريا؟ وفي رحلة الاستغلال هذه لا تكتفي الجامعات بتفضيل الأرخص، بل ترفض تسجيل ترقيات المحاضرين بنظام الساعة، بدك تحاضر بأرخص ثمن. كثير من المحاضرين يطبعون كتبا ثم يجبرون الطلاب على شرائها تحت طائرة التهديد، مع العلم بأنها غالية الثمن، ويتم تغيير الطبعات كل عام مع فرض شراء الطبعة الجديدة حتى لا يستعير طالب كتابا من طالب آخر. أغلب هؤلاء من محاضرين مثبتين مطمئنين إلى عدم وصول العقاب إليهم. كل هذه الموضوعات وأكثر سأطرحها مباشرة في برنامج بدون رقابة مع ضيفي الدكتور خضر محجز الأكاديمي والسياسي المعروف. أهلا فيك دكتور خضر. وأيضا دكتور محمد أبو سادة عميد كلية القانون في جامعة فلسطين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين. دكتور، اللي كنت بدك تحكيه تحت الهواء احكيه على الهواء. يعني أنا بقول أنه التعليم الجامعي ارتبط تدنيه، المستوى المتدني ارتبط بتحويله إلى تعليم مدفوع الأجر. يعني النهضة اللي شهدها الوطن العربي في مراحل الستينيات والخمسينات والستينات والسبعينات لما كان تعليم مجاني ووفق المجموع، بالإمكان يعني يفترض. وبالمناسبة هذا كله خارج عن كله هذا مناقض للدستور الفلسطيني ولا يتوافق مع الدستور بيكفل تعليم راجعت القانون الأساسي التعليم كله مجاني حتى التخرج من الجامعة. هتلاقيها في القانون الأساسي. طيب دكتور، هو مين المسؤول عن حالة الفوضى هذه؟ السلطة. السلطة. ويعني هذه السلطة يعني لوين بدها توصل بهذا العدد الكبير من الجامعات وانخفاض المستوى الأكاديمي بهذا الشكل، وهي تاركة الجامعات تقريبا بلا رقابة؟ يعني لا، مش تقريبا، هو بالتأكيد بدون رقابة. بالتأكيد في رقابة من السلطة. لا أنا بهمش يعني يمكن حضراتكم أو يمكن أخي دكتور خضر يعني حجم إطلاله ومعايشته ومعايشته للجامعات أعتقد على أنه لا، فيها نوع كتير من الأمور بدها تدقيق. يمكن لأنك غايب فترة طويلة ما عندكش. بس أنا بقول لك لا، أنا مش غايب، أنا موجود. بس أنت موجود قصدي، بس غايب على الجامعات. أنا بدي أعطيك أرقام يا أستاذ أحمد. أنا بدي أعطيك أرقام. لسه ما غبتش. أنا بدي أعطيك أرقام. فلسطين جزء من منطقة عربية. الآن بإمكانك وأنا جالس فاتح الكمبيوتر قدامك أن تدخل على تصنيف الجامعات على مستوى الوطن العربي، ستجد بأن جامعات فلسطين والعاملين في فلسطين من جامعة فلسطين الدولة بأنها تتميز وأخذت مراكز متقدمة جدا على مستوى الوطن العربي. لا، هذا لا يأتي من خلال أنه متروكة. الوطن العربي يعني متقدم كثير. يعني الآن يا دكتور بتحطنا بدك تقارني لا يعني لا يعني هاي أمريكا. لا الوطن العربي يعني متقدم جدا لدرجة أنه بتمنى يصير زيه. يا دكتور أنا بن بيئتي، لكن السؤال مش قضية أنا عربي ولا غير عربي. طبعا أنا عربي وابن المنطقة،
الثقة. لكن الآن السؤال، نحن التعليم متروك على غرب؟ الجواب لا، هذا كلام فيه كثير من التجني، لأنه الآن الأكاديميين وخريجين الجامعات من فلسطين في الجامعات الفلسطينية، يعني قصدك تقول هذه الرداءة يعني مرعية سلطوية؟ لا مش صحيح، يعني برعاية سلطة. لا مش صحيح، لا مش صحيح. والآن ايش بتفسر رداءة هذه؟ من وجهة نظرك رداءة، بس من وجهة نظري أنا أن الطالب لما أنه بيكون في سنة أولى وسنة ثالثة، وأنا باخذهم على الجامعات الأوروبية والآن بدرسوا في أمريكا وبريطانيا وخريجين الجامعات ويتفوقوا عليهم، هذا لا يعني عادل بس ما لكش أنا بس بروحوه. لا بدي أديك مثال على لا يعني رداء، يعني بدي أديك يعني أنا الآن ممكن أن تجعل من هذا البرنامج إنه خلاص نطلع ونسكر الجامعات. الجامعات مش لازمة خلاص، احنا بنسلط الضوء. لا احنا خلاص بلاش الجامعات. لا في جامعات اي طالبة دكتور، ولا في خريجين، احنا بنسلط الضوء. يعني نطبل لكم يا دكتور، نطبل لكم طبليش بس لا ناخذ الامور بحجمها، لا بزيادتها ولا بالنقصان يا سيدي. احنا ما تركنا الجامعة الا تكلمنا. الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بكل ما كانت تحمل هذه الجامعة من قوة، اليوم صارت شركة يعني بتاخذ فلوس من الطلاب وخلص. انت صحفي تسأل سؤال تاخذ جواب، تتهم، هذا شأنك. انا ما بتهم، لا انا بقول لك أنا غير معني. انا معي دكتور، انا معي دكتور. انا قناعاتك انت حر. ممكن ان تخرج على الهواء ان تقول سكروا الجامعات، فيش عندنا جامعات. طلع تميز في جامعة فلسطين، تميز في جامعة فلسطين. بما انه الدكتور يعني بيتكلم وبحكي، بقول لك انا بسألها، بقول لها بتقدر تحكي هذا الاشي؟ كتبت اشي معين، بقول لها بتقدر تحكيه يعني بتقول لي غالبا لا، جامعتنا مش بسيطة في مجالس التأديب والدكاترة، انا بدي اخلص واتخرج السنة. شو شعورك لما الطلاب خايفين منكم خوف؟ لا إلا السؤال شو رأيك؟ هذا كلام مش صحيح. لماذا؟ لأنه كل طالب بإمكانه يوميا أن يقدم شكاوى، حتى إن لم يكن باسمه الشخصي، بإمكانه أن يقدم بشكاوى مباشرة لشؤون الطلاب ولرئاسة الجامعة لعمادة الكلية دون الإفصاح. وهنالك اجتماع دوري مع منسقين مساقات ومع مع النوادي الطلبة، بدءا من رئيس القسم مرورا بالعميد مرورا بالنائب الأكاديمي مرورا برئيس الجامعة على كل المستويات. ولا أضيفك أيضا بأن في نهاية كل فصل كل طالب 8000 طالب وطالبة في جامعة فلسطين بيقدم تقريرا وجهة نظره عن المساق طريقة تدريسه. فإذا كان هذا الحال لا يمكن أن يصمد أمام هذه الإجراءات المتبعة داخل جامعة فلسطين. طيب هناخذ اتصال ومشاركة. مساء الخير. السلام عليكم اخوي ابو السعيد. مساء الخير، اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك قبل كل حاجه. الله يسلمك حبيبي، وشكرا على برنامجك الطيب. الله يسعدك يا حبيبي، تفضل. بحياة الامانه يا ابن والدي، تسال لي العميد وتسال لي الدكتور عندك. انا بنتي جابت 94 و9 يعني 95 علمي. بدها تدرس طب في غزه. قبل ما انا ادخل الجامعه فوق ال20 دينار حجز المقعد بدهم 12,000 دينار موازي. من وين؟ بدي تسأل لي اياهم. 12,000 دينار على ايش؟ وبعدها بدك تدفع 100 دينار للساعة او 175 دينار ما بعرف ايش. اي جامعة؟ جامعة الازهر. يا امانة الله تسأل دير بالك اكثر من شكوى في هذا الموضوع. من وين؟ تسأل الدكتور عندك وتسأل لي العميد. او اذا انت بامكانية جامعة الازهر تسأل. قول لهم 12,000 دينار دارسة طب، بدها تدرس طب وهي علمي، جابت 94 و9. وهو كل فصل اصلا بده ما يقارب 1700 دينار رسوم. يا ابن والدي حط 1700 للرسوم على الشقة. بدهم اول ما تدخل 12,000 دينار. تمام. من وين لوين؟ تمام. بشكرك شكرا جزيلا. برنامج بدون رقابة برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. اتصال ومشاركة. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك أبو حسن. تفضل أبو حسن. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. أنا بدي أشارك بالنسبة للجامعات، جامعات في غزة بالذات يعني. تفضل. الجامعات خارج غزة نجد إنه جميع الجامعات في الدول العربية، بديش أقول في الدول الأوروبية، شبه مجانية لأبناء شعبها. لكن الجامعات في غزة جامعات تجارية 100%. تمام.
حسب كلامك. ومش كمان تجاريه فقط على حسب تجاريه، حتى المبالغ باهظه. يعني نعم. انا بعرف ناس كثير من اصحابي بيقري فصل وبقعد طالب فصل، يعني بده 8 سنوات الطالب لما يخلص. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، كل احترام. دكتور في دقيقة بدك تعقب على بدي أعقب. بدي أقول فقط إنه نحن يعني في الجامعات كثير من السلبيات، لكن محاسبة الجامعة على إنه هي السلطة هذه لازم نفرق، خطأ منهجي. يعني إنه الجامعات أصبحت جامعات تجارية، هذا قرار سلطة. الجامعات أصبحت يعني التعليم أصبح بالفلوس بالمال، هذا مش قرار الجامعات، هذا سوق. تحولت الجامعات إلى سوق بقرارات سلطة. وبالتالي نحن نطالب بالجامعات أن تعلم الناس مجانا أو تتحول إلى وزارة شؤون اجتماعية. نحن نظلمهم هيك. هذه مهمة الدولة. مهمة الدولة أن تكفل التعليم الجامعي للجميع. الآن الجامعات يعني تتعايش مع هذا الواقع اللي مفروض عليها. هي مستمتعة فيه، هي مبسوطة فيه. أحيانا هي بتفتقد شوي، لكن في الأصل ينبغي أن يكون التعليم يعني مش فقط مراقبا، وإنما ممولا من السلطة عشان يقدر الفقير يتعلم. أما مش معقول الفقير يتعلم على حساب الجامعة اللي هي فاتحة سوق. سؤال وبعدين بنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا. في أكاديميين بياخدوا مصاري رشاوى عشان ينجحوا طلاب. مر عليك هيك حالات؟ سمعت فيك حالات؟ أنا ما سمعتش، بس بصدق لأني بعرف. جبت 3 طالبات بتسجيل صوتي إنه في بعض الدكاترة بيطلبوا منهم كروت جوال عشان ينجحوهم. طبعا مش في جامعة فلسطين عشان شايفك كشرت. بغض المشكلة إنه هذا مرة. بس أنا إذا سمحت لي أخي أستاذ أحمد، أنا أستاذ قانون وعميد الكلية. الرشوة جريمة عاقب عليها القانون. نعم. الآن نصيحتي لأخي أستاذ أحمد لهذه الطالبة أن لا تتقدم. احنا في إجراءاتنا القانونية. أنا بقى أقول على الهواء الآن لماذا تغلب حالها؟ على طول تروح للنيابة العامة وتقول قدم شكوى. هلا هذا بالنظام يا قانون يا إما هوا. فالقانون بتروح بتقدم شكوى وتثبت هذا الكلام. وهذه نصيحتي لها. تلاقي جامعة من الجامعات يعني رئيس الجامعة فيه 8 من عيلته موظفين. كيف هاي والله؟ لا هذه 8 من نفس العيلة. الحمد يعني. لله رب العالمين هذه موجودة. يعني روح الجامعة وشوف شوف أسماء مجلس أمناء، شوف أسماء الموظفين. الله عليك لا هذه الحمد لله 40. هذا مرض فلسطين ممتاز. طبعا لازم. ابن الوزير وزير. فاصل ونرجع لبدون رقابة. برنامج بدون رقابة برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الكرام وبرنامج بدون رقابة. يعني هو كان في حوار حامي جدا في الفاصل، أحمى من الحوار اللي كان على الهواء مباشرة. فيعني كصحفي وكإعلامي قاعد بعض يدي بقول يا ربي أنا يعني حظي مش حلو إنه يكون هذا الصراع في الفاصل. لو كان على الهواء بيعمل أكشن زي ما بقول. تحياتي دكتور خضر، تحياتي دكتور محمد. إيه السبب خلافكم في الفاصل؟ أنا ما كنتش يعني مستمع جيد لأنه كنت بحضر للفقرة. لا أعتقد إنه خلاف، أنا نتكلم من البرنامج أصلا. أنت قلت له أنت استفزيتني، واستفزك في إيش؟ في إنه مصر على المقارنة مع التعليم في العالم العربي. التعليم في العالم العربي منهار، وانت قاعد بتقول انا الثاني في العالم العربي الاول. ما شو يعني؟ يعني ايش احنا بتقارن؟ انت مفروض تقارن نفسك بالدولة الاحتلال اللي علمتك وعلمتنا حاجات كثيرة الى جانب الاحتلال. علمتنا حاجات، قارن نفسك بيها. انت مش بدك تتفوق عليها، انت مش بدك تهزمها. قارن حالك فيه، قارن حالك بالعرب المتخلفين. ايش رايك يا دكتور؟ الان هذا الجواب السؤال جوابه من شقين حقيقة. الآن الأصل المبدأ اللي بيحكي فيه أخي دكتور خضر صح. هلا أي دولة أي أمة بدها تنهض ليس لها سبيل إلى التعليم بدون كلام. وإحنا بدنا ننهض. شايف أنت؟ لازم ننهض. أنت شايف المنظومة؟ طبعا لازم ننهض. المنظومة هذه بتنهض. حكيتها من حجاوبك أنت حكيت لما إنه خلص سؤالك احتراما لحضرتك. طبعا عشان جاوبك الآن. الأصل إنه هذا المقارنة مش فقط مع دولة الاحتلال ومع أرقى جامعات الأرض.
ويجب أن يكون سقفنا السماء طبعا، وإلا بنكون إحنا خلص نصغى عقلنا ونقعد نقول والله هذا ما وجدنا عليه أبائنا، انتهينا. هلأ هذا من حيث المبدأ نعم، من حيث الهدف الأساسي صحيح، لكن من حيث المنهجية الآن أنا بهذه ببساطة أستطيع أن أقارن الوضع في فلسطين مع دولة الاحتلال. النتيجة مسبقا ما بدهاش تحليل علمي، يقينا النتائج حتكون وما بدهاش عبء كثير عشان أوصل لنتيجة. وأضرب لك مثال، صحيح جامعة التخنيون جامعة التخنيون يعني تصرف. مين بدك اياه يقارن نفسه اذا كان يعني هو ما قارنش نفسه بالعرب، وبده يقارن نفسه بالعرب، قارن نفسه باسرائيل وامكانياتها. اسرائيل يا دكتور تبحث جامعة التخنيون تبحث، ما بحبش اجاوب على السؤال، معروف هذا. تصرف على البحث العلمي اجمالي ما تنتج الامة العربية. الان بدي اقارن أصل المقارنة، يعني عشان أوصل لنتيجة فالنتيجة معروفة. الآن تسعى نعم أسعى، الآن أقارن لا أقارن لأنه النتيجة معروفة، وهذه أبجديات مناهج البحث العلمي. الآن هذا نسعى إليه صحيح، ويجب أن يكون سقفنا السماء فيما يتعلق بالبحث، ولكن السؤال هل يجب أن أعمل إلى ذلك؟ نعم. هل أنا أقارن نفسي الآن؟ الجواب معروفة عنا. هذه الدولة الصناعية الميزانيتها يا دكتور 100 مليار دولار، دولة الاحتلال 98 مليار دولار ميزانية السنوية. الكلام مفهومي، بقارن حالي في بيئة معطيات. هذه وصفة للسقوط، هذه وصفة لتأبيد التخلف اللي بيحكيه الدكتور. لا انه نقارن حالنا بالمتخلفين، هذه وصفة ما هو هذا اللي حكاه الدكتور. ما انا بقول انت تعمل مشاكل مع الدكتور خصوصا. لا بقول لك هذا اللي حكاه الدكتور. ما ينفعش نقارن نفسنا بالأنظمة التعليم المنهارة. احنا لازم اول شوف، هناك في امرين لازم نفصل بينهم. هناك نحن نقارن انفسنا بالمتفوقين لكي نتفوق، اما مقارنة بالعرب لكننا لا نستطيع ان نصل اليهم، لكن سنسعى. اما انه كل مرة اقول انا زي الامة او انا زي التخنية زي الجامعة مش عارف مشايخ مشيخة ابصر ايش. اخي دكتور خلينا نكمل. اذا شيلوا يافطاتهم هذه اللي بيقولوا فيها ثاني. يا اخي خلينا اكمل، بدك تخليني حتى اكمل. لا خليني اكمل دعني اكمل. انا في عندي مشكلة حد بخليني اكمل. يلا خلينا نكمل. ما بينفع انا اقارن. انا لما انا بدي اصنع وطن، انا قاعد بدي اهزم اسرائيل. بدك تهزم اسرائيل وانت بتاخذ ادوات مشيخة الامارات المتصالحه والمش عارف او الاماره اللي مش عارف ايش. بينفعش. بدك تهزم اسرائيل بدك تطور سلاحك على انه يواجه السلاح الاسرائيلي. مش قادر لهذه المعركه اقعد، اما تحطليش افطات. انت بدك تعمل جامعة، بدك تطلع مخرجات رائعة وقوية. مش بالضروري كل ابناء الشعب الفلسطيني يطلعوا دكاترة ومهندسين، بالضروري يطلع عنا دكاترة جيدين ومهندسين جيدين ومؤسرجيين جيدين ونجارين جيدين وكنسين جيدين. اما اللي بصير عندنا انه كلهم بيطلعوا خريجي كليات شرعية، كليات القانون، كليات المحاماة، وبيقعدوا. بدك تعمل مخرجات تواجه. وش استفاد اذا كان جامعتك الثانيه وهو يعني ايش الثاني؟ الثاني في السقط يعني. بدي اديك جواب بس بدي اخذ اتصال معنا اتصال. صباح الخير، مساء الخير. مساء الخير. هلا كيف؟ يا هلا بيك. انا شاركت معك في الاول بس في نقطه ما كملت. تفضل. اللي هو قضيه الجامعات بتقوم بتفتح تخصصات جديده وبيطمع الطالب، بيقول له انه هذا التخصص جديد وانه في وظيفه. سوق العمل طالب مثلا 100 شخص زي الاداره الصحيه وزي التخدير وغيراته، وهذا كله جديد. هذا حتى لما الوكاله بتطلع وظائف بتحطش التخصصات هذه ضمن الخريجين، يعني اللي يتوظفوا تجيش لها خانه. انه اللي مطلوب شخصين او ثلاثه بحجج انه الوزاره ما عندهاش تدفع، وبحجج جسمه، وفي النهايه بتروح انت بتبحث وراهم بتلقى 5 6 7 من اولاد الدكاتره او من اولاد الشخصيات اتعينوا وهو جايب 55%، واللي جايب 85% ما تعينش. والمعيدين يعني فتح تخصص اجيب لك اسامي معيدين فلوس وضيع وقت الشخص ليش ما نعرف بكلام غير صحيح. هو عنوان لتجاره في الاصل حبيبي. انا بشكرك بس عشان ضيق الوقت. كل احترام لك دكتور. بدك ترد على الدكتور خضر، تفضل في دقيقه. بدي اعطيك مثال. الان القياس والمقارنه من حيث المبدا انا حكيت مع دكتور خضر، لكن المقارنه شو يعني عمل اكاديمي؟ وانا اضرب لك ادله
لقيت الكلام المرسل بنفعش في القانون. قصدك دكتور لازم بقول الدليل. كلام يعني شعارات. انا بقول كلام على العموميات بنفعش في المنهج العلمي. لازم نعطي دليل. الان انت سالتنا عن الطب وانا بدي اجاوبك في المقارنه. الان مقارنه التعليم تعني في حاجتين، تعني في خطه اكاديميه وتعني في كتاب وتعني في محاضر. هذه هي المقارنه. أعطيك المثال، حينما توقع جامعة كلية طب فلسطين، مش جامعة فلسطين، كلية طب فلسطين التي تشمل جامعة أبو ديس وجامعة النجاح وجامعة الأزهر، وحينما تنشأ كلية الطب في الجامعة الإسلامية، أبنائنا الطلبة في الجامعة الأزهر وأبو ديس والنجاح والجامعة الإسلامية بيوقعوا اتفاقيات مع جامعة هارفارد وبيعملوا إلكتيف كورسز في بريطانيا. هذه مقارنة ولا كلام؟ هذه كلامي ولا مقارنة؟ لا انا بستسلم الان هذا الكلام انا زي هارفارد، يعني الجامعه الاسلاميه زي هارفارد. وانا بقول انا بستسلم الان هذا الكلام وانا بقول لك ادخل يا دكتور. جامعاتنا بمستوى هارفارد انا احيلك يا دكتور وانت يعني يا دكتور مش اشكك. انا الان على الملأ يا استاذ احمد احيل اخي دكتور خضر وكل الساده المستمعين ان يدخلوا الى موقع الجامعات ويقرأوا بأم أعينهم الاتفاقيات الموقعة مع أرقى جامعات الأرض. هذه هو عنوان المقارنة. حينما تأتي للمقارنة لا يوجد ينفع بالكلام ولكن بإقامة الدليل. أنا أعطيك دليلا وتغن عليه أن لك اتفاقيات وذلك موقعة بجاوب عليه. أنا مستسلم. الدكتور بيقول إنه جامعاتنا بمستوى هارفارد. أنا مستسلم. أنا ما عنديش لا أستطيع الدفاع عن هذا المنطق في مواجهة المنطق. يعني دكتور يعني انت معلش انا اعتبر انه مش الدكتور بكلمك، انا بكلمك. انت بتشكك في كلام الدكتور انه يعني طلابنا مش في مستوى هارفارد، بقول لك هينا بنوقع معهم مش في مستوى هارفارد. مش في مستوى اللي قبل هارفارد ب10 سنين. متاخرين احنا. شو الدعوه؟ انا بسال اخي دكتور ولا ليه بيوقعوا ماذا يعني هارفارد وجامعه لندن؟ يا دكتور يا مش سياسي يا دكتور طالب يا دكتور اي طالب. شو هذا؟ شو معناه يعني حتى لو قعد الرئيس بوش مع فلان من غزه بصير الرئيس بوش وفلان من غزه قد بعض؟ يا اخي استاذ شو المقارنه؟ انا استخلص بالنتيجه من الكلام انه الجامعه الاسلاميه او جامعه فلسطين بمستوى هارفارد. انا امام هذا المنطق لا استطيع النقاش. تمام وانا احيلك يا دكتور. لا استطيع النقاش ابدا. تمام احيلك الى الاتفاقيات الموقعه. اي طالب واسمعيني كل ابناء الطب في النجاح وفي ابو ديس وفي الازهر وفي الاسلاميه. خلينا بقى أكمل يا دكتور واسال الطلبه هل بامكانه ان يلتحق، بعطيك اسم المساق، الكتيف كورسز في كليات الطب في جامعات امريكا وجامعات بريطانيا والاتفاقيات التي تسمح لابناء الطلبه المسجله بهذه الجامعات ان تلتحق بهذه الكورسات هناك. ماذا يعني؟ اوفي لك يا دكتور، يعني بان هذه الجامعات الاوروبيه التي ترغب فيها ليش؟ لو اقر اصلا انه اقل من اسرائيل، وهذه الجامعات اللي بيحكي عنها اعلى من اسرائيل. هو اقر اصلا انه اقل من اسرائيل، وهذه الجامعات اللي بيحكي عنها اعلى من اسرائيل بكثير. شو رايك؟ كلام انا جاوبتك على سؤالي، فيش عندي جواب. لا هو قال برضه دليل. انت بتقول انك اقل من اسرائيل بدك مسافات ضوئيه. لا انا ما قلتش في اقل واكثر، انا بقول البحث العلمي كلامي بوزنه في ميزان المنهج العلمي. انا اقول بان اسرائيل تصرف على البحث العلمي اكثر من مجموع الامه العربيه. يعني في اسرائيل بعينوا مثلا شباب صغار في السن عشان يعطوهم مبالغ صغيره. طبعا في بيعطوهم مبالغ صغيره عشان يستغلوهم خارجيه. لا مين هذا وجهه نظرك. هذا وجهه نظرك. في اسرائيل الفصل الصيفي لجمع المال والفلوس بس. وجهه نظرك. فصلين صيفيين اثنين. وجهه نظرك. وجهه نظر. هذه تجاره. وجهه نظرك. تجاره يعني ربح وخساره. انا الان اطلب منك أن تطلب من كل الجامعات إذا موضوع تجارة بما فيها الوزارة إذا كان التعليم أصلا الاستثمار في البشر أو وبناء قدرات، هذا يعني كشف له دخل أنه ودخل برا. هذه كلها طيب. يمكن دكتور يعني برضه دكتور الآن ببعث رسالة، دكتور أكاديمس برضه رفض الكورس. تمام. بقول لك كلها اتفاقيات. ألا يعطي شيئا، هذا حكاية إنه ما اعطى اسمه. ألا يعني ذلك لك شيئا كمذيع؟ خايفين على رزقتهم. تقدر تكتب اسمك، ابعت اسمك. طيب هو يعني هو معذور. هذه بقول لك كلها اتفاقيات شكليه وهدفها جلب الطلاب والتسويق للجامعات. لا هو معذور، هو بده يشتغل بشغلهوش اذا قال اسمه. تمام. احنا كلامنا دكاتره كثير فيش حد رضي الا انت يجي. طيب بدي تجاوبني على اسئله الناس اللي هو التعليم هذا الموازي 12,000 دينار عشان يصير يدرس طب ولا كذا. الان هذا النظام ماذا يعني؟
يعني أن مفتاح القبول للجامعات وعدد الطلبة الآن مقيد بعدد تحدده وزارة التعليم العالي لكليات الطب، سواء البشري منها أو الأسنان. يعني أنا جايب 94 اللي اتصل فينا، بدكم تدفعوا 12,000 دينار. ومع ذلك السياق العام تبع الحلقة أخي أستاذ أحمد بنقول على أنه كمان التعليم مش عندنا، ما في شيء. إذا الآن كل الجامعات اللي عندنا النجاح وبوديس والإزهار والإسلامية بتقبل الطلبة ومش عاجبنا، إذا ما عندنا الكلام هذا ما نسكرهم بصير لا 94 ولا 98 في له مقعد جوا فلسطين، وبالتالي أي واحد في 96 ماخذ في الأزهر طالبين منه 20,000 دولار للتعليم الموازي هذا، ورفضوا التقسيط كمان. أنا بشك لأنه على علمي مع بتقسطوا عندكم في فلسطين؟ عفوا بتقسطوا؟ طبعا. اصلا النظام الانرولمنت تسديد الاقساط على اكثر من قسط طبعا، ولكن في التسجيل على ساعات معينه. ليش رافض انك تقول انه المنظومه سيئه؟ منظومه شو؟ منظومه التعليم بشكل عام، التعليم العالي. لا خلينا نقول التعليم بشكل عام. بقدرش اقول هذا الكلام، بس قلته تحت الهواء. لا ما قلتوش هيك، انا بقول قال ولا ما قالش دكتور؟ لا انت قلت لا انا يا دكتور انا مسؤول عن كلامي اللي انا بحكيه. الان بتسالني بتقول لي على انه انا التعليم جزء من نظام عام، لماذا لا يكون التعليم بالمجان أو بالرسوم أو الدول العربية أو الدول الأوروبية؟ هذا الكلام بالعموميات لا يخدم المواطن، ويجب أن نحترم عقل المواطن لأنه سمع عمله بسمع. بدنا أسئلة مباشرة بجواب مباشر. الآن ممكن نضلنا نقول من هنا كمان سنة على أنه تعليمنا سيء ومضروب وحلتنا أحوال ونسكر الجامعات، قلت لك هذا وجهة نظر، لكن بالتمحيص بإقامة الدليل بتسليط لغة العقل والعلم على كل نقطة من النقاط جديرة البحث نجد الإضالة. لا نقول بأننا بيرفكت، لا نقول بأننا نظام، ولكني أقول وبافتخار بأن الجامعات على مستوى دولة فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية وجامعة فلسطين جزء من هذه المنظومة تستطيع أن تنافس كل جامعات الأرض، بدليل الخريجين اللي عندنا الآن بإمكانه وهو يعني يا دكتور هارفارد بنفسه يا دكتور أكم طالب يا دكتور خضر يا دكتور خضر أكم طالب من عندنا أعضاء تدريس خريجين هارفارد وكامبريدج يا دكتور اولادك وين درسوا؟ اولادك وين درسوا؟ يعني انت قاعد هذه عقدة الأجنبي يا دكتور. وين اولادك درسوا؟ يا دكتور عفوا استاذ احمد، عقدة الأجنبي اللي ما فيش منه يجب أن نتخلى منه. شوف كيف لابد انه احنا اولادك وين درسوا يا دكتور؟ جامعاتنا هنا درسوا هنا في الجامعات اللي مش عاجبيتك. انت شايفوا الاولاد يطلعوا يعني نوابغ يعني؟ ما هذا الواقع مزري بيطلع. وجهة نظر الدكتور نسكر الجامعات. اللي بيسمع بقول انه انت سكر جامعاتنا خلص. معلش مع احترامي لك يعني راجل كبير في السن ومش عاجبك انه الجامعات بدأت تجدد وتعمل شباب او تحط شباب. ليش بتضحك؟ استاذ احمد اطلب لا عفوا اطلب من وزاره التعليم العالي كم طالب من خريجين جامعاتنا على مستوى الضفه الغربيه وقطاع غزه الان جالسين على مقاعد دراسه في ارقى جامعات الارض في اوروبا وفي الولايات المتحده الامريكيه. ماذا يعني؟ النظام مضروب. لا سؤالي لا انا بدي اقول شغله. احنا طلعنا بنتيجه انه التعليم عندنا افضل ما يكون، افضل من هارفارد، افضل من طب ما المساوئ اللي ذكرناها يعني. لا ما هو خلصنا يعني ما دام طلبتنا احنا ما خلص. طب احنا مش عارف ليش ما هزمناش اسرائيل حتى الان يعني. بس يعني يعني كويس يعني يبشر الشعب الفلسطيني انه جامعاتنا احسن من هذا. طب ليش متضايق انه الشباب يعني موجودين وهلا انه مش متضايق؟ انا متضايق انه يكون هذا دكتور تخرج ما يعني الساعه خلص امبارح ما عندوش خبره يصير يعلم اللي زيه اللي امبارح كان معاه على المكتب قطع على نفس التخته. هذا اللي متضايق منه. بس بالتوضيح يا دكتور شو يعني خريج حد التخرج يعني بكون اخذ ماجستير هالحين طيب تمام من الجامعه نفسها طيب وصار يطلب اللي كانوا معاه. دكتور وين في الجامعات الارض طالب الماجستير لا يدرس؟ وين في الكرة الأرضية حمل الماجستير لا يدرس؟ وين يا دكتور في الكرة الأرضية اللي معاه البكالوريوس والأول على دفعته معيد لا يدرس؟ مش له الأولوية يا دكتور. أنا بسألك سؤال، أنت الآن بتحكي الكلام أين هذا المنطق وهذا المبدأ الذي تتحدث به؟ أنا بقول وأنت أخي عربيدي أين طلبة الماجستير؟ وإيش يعني معيد في الجامعات الأرض؟ مين الاول على دفعته؟ المعيد غير المحاضر. انا بحكي عن المعيد. ليش قلت معيد؟ انا بقول لك عن البكالوريوس. فاذا كان المعيد تبع البكالوريوس يمكن ان يكون
من ضمن طاقم العمل الأكاديمي. تقول لي حديث التخرج، طبعا إذا كان طالب الدوع الأول على دفعته أنت ضد تعيينه، ما مش أنا مش ضد تعيينه، هو يا ريت بعينوه، بيشغلوه مجانا أحيانا. صحيح، بيشغلوه مجانا متبرع بالساعة وأحيانا متبرع، ولا متبرع أحيانا. في نظام بالساعات وفي مثبتين. معنا اتصال ومشاركة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك استاذ احمد؟ اهلا بيك. من معنا؟ الله يقويك. معك عبد الله حمد. تفضل عبد الله. الله يكرمك يا رب ويعطيك الصحة. انا في عندي سؤال الصراحة، بدي اسال هل لقيت تخصص التحاليل بنفع التخصص ادبي يدخل تحاليل؟ انا معرفتي انه لازم يكون علمي، ففي ناس بيحكوا لي في ادبي تخرجوا من تحاليل من جامعة معينة، هي بدون ما اذكرها او اذا بدك اذكرها عادي. تفضل. هي جامعة الازهر، بيقولوا لي انهم خارجين منها ناس تخصصهم كان ادبي مخرجين منها تحاليل في الدبلوم خاصه، مع انه بالمقابل التحاليل يعني لها حسابات، يعني طبعا علمي لازم يكون او بدها علم، فبدي اتاكد لي من هذا. لكن مع جامعاتنا مش حتقدر تغمض عينيك. كله بمشي. شكرا لك. شكرا. في رد طبعا. طيب بس بدي اخذ كمان اتصال وسجل لي الملاحظه عشان ناخذ الناس. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك ابو السيد؟ اهلا بيك يا دكتور بكر ابو صفيه. الله يسعدك يا رب. يا سيدي مبروك البرنامج الجديد، وان شاء الله بتبدا فيه زي البرنامج ان شاء الله. انا يعني من 5 دقائق بتابع الحديث اللي بصير مع الاساتذه الافاضل عندنا. اول شيء لي ملاحظه، اذا فضل. كان طريقه نقاش اساسي في الجامعه بهذه الطريقه على اذاعه وللجمهور كله، الله يكون في عون طلابنا. بالعكس هم هادين، لكن النقاش احيانا بيحتاج الدخول. صرنا زي المصريين الكل بيحكي في آن واحد. ممكن هذا التداخل لانه هم ما عندهمش خبرات. النقطة الثانية يعني في فرق من يدرس والمعيد. المعيد درسنا احنا في بلاد اوروبا، وفي كان معيدين وفعلا الاول على دفعته بتعين معيد. المعيد لا يدرس لوحده، يكون مساعد للاستاذ اللي بيدرس. الشغله الثانيه يعني انا مثلا في مجال الطب كان عندنا علم التشريح، في معيد موجود بشرح معنا، بيبقى يدرس يحضر للماجستير او الدكتوراه، وبيجيبوه يساعد كيف نشرح احنا، وبيبقى يدرس زي ما بندرس احنا الطلاب. يعني قضيه التشريح والامور هيك. في تقديري المعيد هكذا، ولكن في ظل وجود حملة شهادات عالية دكتوراه وماجستير وقاعدين، لا الأولوية لهؤلاء الناس إلا من رحم ربي، يعني أول على الجامعة الدفعة وبامتياز، هذا ممكن يؤخذ. أما ما أنت شايف الخريجين عندنا بالآلاف. وقضية إنه بيعطوه بالساعة وبيعطوها، هي يعني بتدخل بعض اللي بسموها الكوسة، اللي هي الواسطات والأمور هاي. أنا بعرف في خريجين كثير معهم دكتوراه وقاعدين، ويفضل بعض الناس لأنه ينتمي للاتجاه الفلاني أو الثاني، هذا بيكون على حساب الكفاءة اللي موجودة. شكرا جزيلا. وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك. تفضل دكتور. أنا بشكره الدكتور الأخي آخر متصل لأنه حكى كلام علمي واضح. صحيح المعيد هو جزء من الطاقم، ولكنه يعرف على أنه هو مساعد لعملية البحث العلمي، هذا صحيح. الآن في عندنا الخريجين وحمل درجات عليا والجامعات لا يمكن أن تستوعب، صحيح هذا كلام نقاط علمي واضح هادي صحيح، وأنا أتفق بكل حرف تفضل به الأخ المتصل الدكتور. صحيح. دكتور أنت محبط، أنا شايفك دكتور خضر. لا أنا اللي أحبطني والله إنه يقال جامعاتنا زي هارفارد، هذا محبط بالتأكيد. يعني هذه الجملة سببت لك صدمة. مؤذية جدا. مؤذية جدا. أنا مش بس علمية، يعني هي جملة غريبة. طيب الآن جامعاتنا هذه شعار. يمكن دعاية للجامعة، ودكتور بيمثل جامعة. لا ليس دعاية، وكلامي متمسك به وأنا على الهواء. أنا قلت على إنه جامعات، أنا اسمع كلامي بالدقة. كلامي قلت بأن جامعاتنا يا دكتور، أنا يعني حي يرزق ما لحقتش أنسى شو حكيت. الآن أنا بقول يا دكتور جامعاتنا وقعت اتفاقيات مع جامعات هارفارد وبريطانيا، الأمر الذي يعني بأن هذه الجامعات قد اطلعت على الخطط وقد سمحت لأبنائنا الطلبة من الالتحاق في إلكتيف كورس. طيب هذا كلام يقول تمام. الآن لكن بالعموميات أن تذهب بأن إحنا زي جامعة هارفارد، لا أنا ما قلت شيء، بس أنا بقول مع إن حق يا دكتور ما الكلام سموه وبعيده على إنه اللي قلت المقارنة من حيث الخطة
ومن حيث الكتاب ومن حيث الدكتور. يا سيدي هذه المنظومه الثلاثه انسمع ونسمع اللي قبله الناس. تمام يعني تمام. بس الان في عندي موضوعين انا ممكن اخدم فيهم الطلاب. يعني بعد ما اكتشفنا انه يعني الحلقه في النهايه احنا سلطنا الضوء على قضايا مهمه جدا. تمام. حضرتك كمسؤول وكل المسؤولين عن الجامعات مؤكد مفترض يسجلوا الملاحظات. والموضوع الثاني اللي سألنا المتصل على انه جامعه الازهر. لا موضوع الرسوم المرتفعه لكليه الطب، يعني راجعوا الامر اكثر من مره لانه سمعه سيئه. الان هذا انا كمان مره اخي استاذ احمد حكيت وما زلت بقول والتعليم الموازي ليس ال 100 دينار. انا بقول لك ال5 شيكل ذات المواصلات من الطالب للجامعه ازمه، هذا الكلام صحيح، لكن الامور لا تؤخذ بالعموميات. انا كل نقاشي في هذه الحلقه لو سمحت لي انا اقول ناخذ الامور بشيء من الاساس العلمي في النقاش. الاساس العلمي بالنقاش يقول دكتور من انا بقول لك اياه الاساس العلمي انت صحفي ومن حقك ان تجعل. انا صحفي ربما اجل بعض الامور، جبت لك دكتور اكاديمي ودكتور اخوي وحبيبي 100%. والان انا بقول على انه الكلام يجب ان وانا متمسك ولا انت دكتور بدك نجيب لك حدا على مقاسك معلش يعني بالضبط يعني اللي بدك اياه. لا انا يا اخي استاذ احمد الان ببساطه في كثير ممكن انه يحكوا كلام طيب على امل انه يعني حضرتك تكون راضي عنهم، وكثير عرضوا علي انه يحكوا كلام طيب كمان. عن مين طيب؟ يعني اذا بدك بنجيب اذا بدك. لا شوف أنا أنتمي إلى المدرسة النقدية في متعلق بالفكر، وهذا اللي مارسه الدكتور وما عجبكش. وأنا ما زلت يعني مش لازم أوافقه، لأنه حينما يأخذ العموم، وهذا ملاحظتي على أخي دكتور خضر، لما يأخذ الأمور بالعموميات طبعا هذا وأنا متمسك فيه وأعيده. وقال لك المنظومة الاجتماعية فيها مشكلة والمنظومة التعليمية فيها مشكلة، وبالتالي ممكن نوصل لنتيجة هيك إنه طالما النظام العام والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكله يتوهار، وبالتالي كله يتواقع. هلا هذا بالعموميات كمان مرة أوكي تمام. لكن الآن هذا يجعل من أن التعليم في فلسطين لا قيمة له. هل يمكن لهذا الاستنتاج أن هذا النظام وقع؟ هذا الكلام مش يمكن. في حدا قال هيك؟ في حد قال التعليم لا قيمة له؟ يعني أنا كلامي مسجل ومسموع. أنت قلت واقع. قلت في التعليم عندنا زي الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية بتعاني من ترهل وضعف انقسام ومشاكل وانهيار، والتعليم كذلك. والتعليم مخرج من هذا. أن يقال بأنه تعليمنا وصل لمستوى هارفارد، بينما نحن في هذه الحالة من الانهيار الاجتماعي والسياسي. والملاحظات اللي ذكرناها علميا هذا كلام مش صحيح. اللي بدينا فيها الدكتور بفضل يقول يستخدم كلمة علميا. سيدي العزيز هذا علميا مش صحيح، استنتاجا مش صحيح. الساعات المكتبية والفصل الصيفي والمشاكل الأكاديميين كمان مرة وعشان أنا رجل قانون وعلمي بقول له آخر مرة أول شيء طب عود إلى أنا أحلتك مش لكلامي، أحلتك إلى الدليل أن تعود إلى مواقع الجامعات النجاح وبير زيت والأبوديس والأزهر وتقرأ الاتفاقيات التي تجيز لأبناء الطلبة في كلية الطب أن يلتحقوا بالإلكتيف كورس. هذا كلام مش صدقه، قال لك اتفاقات شكليه، هذا وجهة نظر اكاديمي، قال لك شكليه. والطلاب شو بيعملوا في اوروبا وفي امريكا؟ بينقوا بيعملوا لهم انا بقول لك شو بيعملوا؟ اسمعني كمل. انت كنت معنا دكتور فراز وبيعملوا امتحانات جديده يعني وبيقولوا كما لو كانوا مش متخرجين. يا دكتور روح خذ كورس يا اخوي. يا سيدي لا يا سيدي لا، بيروحوا وبيعتبروهم، ما انا بقول لك يعني كلامك بالك كلامك صار، بيروحوا وبيعتبروهم كانهم معهم الشهادات وبيمتحنوهم من اول جديد وبيختاروا منهم النابغين وبيدخلوهم. هذا يعني انه تعليمنا منهار. وجهة نظرك ماشي. في نهاية الحلقة طبعا يعني كنا نود انه احنا نصل لخطوط اتفاق ما بين الدكتور محمد أبو سعدة والدكتور خضر محجز، لكن نترك الحكم للسادة المستمعين من كلامه كان أكثر إقناعا، بالإضافة للملاحظات اللي ذكرناها اللي بنتمنى أنه الدكتور محمد أنه يلتفت إلها، وذكرنا بالأسماء بعض القصص في جامعة فلسطين كمان وجامعات أخرى، نتمنى من مسؤولين الجامعات الأخرى أنهم يسجلوها ملاحظات. وذكرنا في البداية بعض الملاحظات ما بدي أعيدها مرة تانية، اللي حابب أنه يسمع الحلقة بإمكانه أنه يتوجه للإذاعة ويسمع الحلقة بشكل قانوني. بشكرك دكتور خضر محجز، كل الاحترام، أهلا وسهلا فيك. وأنت عصبت شوية يعني معلش هدي حالك. لا حكاية إحنا زي هارفارد هذه التسعة. هي حكاية هارفارد يعني اوعى تقول له هارفارد مرة ثانية. هي هارفارد لا حرام هيك. دكتور محمد أبو سعدة خرجنا من السياق. عميد كلية القانون، شكرا لحضورك. أنا أشكرك أخي أستاذ أحمد والسادة المستمعين. سعدنا كمان ما حدش يرفع علينا قضية. لا نحن إن شاء الله تعالى خاصة عميد كلية القانون نقدر جهدك ونشاطك وأسئلتك
سعادتك وجرأتك بالأسئلة، بل بالعكس إن لم نكن بهذا السياق ضمن الأسئلة النقدية وأن نرى أنفسنا على حقيقة الأمر لا يمكن لا للجامعات ولا لأي مجتمع. طب اللي بدي يريحني أن يكون في ملاحظات احنا قلناها حتسجلها وحتتابعها؟ أي شيء قلنا أي قابل للنقاش وقابل للتمحيص. ومن يدعي ومن يدعي عكس ذلك يقينا هو خارج تغطية. هاي في اقتراح. تفضل يا دكتور. يعني خذ واحدة بس فقط. أنت تعهد أمامنا نعم إنه المنح اللي بتأتي لا تسجل دين على الطلاب عشان نحاسبك بعد 10 سنين. أنا يا دكتور على الهواء. الآن أعلن على الهواء أي طالب أو طالبة في جامعة فلسطين سابقا من 10 سنين منذ تاريخ الجامعة إلى أن يشاء الله، إذا ثبت بأن جامعة فلسطين قد أخذت منحة وسجلت منحة لطالب وقيدت على أنها دين، أنا بصفتي الشخصية كمحمد أبو سعدة بصورة شخصية أتحمل مسؤولية، وكجامعة أتحمل مسؤولية عن كل أي حرف عطل وضرر هذا الكلام يصير. وأنا أحيل الطلب إليك يا دكتور خضر أن تأتي بأي طالب على مدار 10 سنوات التي مضت والأيام التي تأتي وأن يقيم ربع دليل وليس دليل، 10 دليل بأن هذا هكذا أمر قد حدث في الجامعة. هذا الكلام أنا ممتاز. مش بقول بدي منه تعهد. تمام. عندك كويس على الهواء. طب في بس بتقدرش تقول إنه هذا في كل تعهدك عن كل جامعة. عن جامعتي. طبعا أنا أقدر بطلع عليه دكتور. بس هي اللي بدي هذا افترى يا دكتور بدك يتكلم عن جامعات ثانية. لا بس أنا بدي هذا التعهد على الهواء. ولكن جامعتي أنا الأخرى نجزو منها في المستقبل. تمام. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك ابو طارق. تفضل يا حبيبي. عضو هيئة تدريس في احدى الجامعات. تفضل. اخي ابو سعيد، يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك تسلم وضيفيك الكريمين. نعم تمام، بس انا بدي اوجه يعني نقد لحضرتك. تفضل. يعني حضرتك لم تعد الاعداد الجيد في هذا البرنامج. أنت صادفت يعني 2 من الإخوة الأفاضل أساتذة الجامعات. الأولى أن يكون في ضيوفك أقل شيء نائب أكاديمي حتى يستطيع احنا طلبنا وهي معرفة الدكتور عشان تعرف احنا محضرين ولا لا. طلبنا رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين وطلبنا رئيس الجامعة، لكن هم يفضلوا انه يكون معنا الدكتور محمد أبو سعدة، فشرفنا بحضوره. يعني لا تفكر ان احنا مقصرين ان احنا نستضيف اي شخصيه من الشخصيات اللي تساعدنا. يعني سمعتني مره اخرى؟ معلش يا ابو سعيد انا الصوت واضح جدا. طيب. عندي كمان يعني مره بقول لك حاولنا نستضيف وكمان حنستضيف في المستقبل كمان كل شخص يستطيع ان يجيب على اسئله الناس، بس الدكتور محمد هو خول له الحضور من قبل رئيس مجلس إدارة الجامعة جامعة فلسطين. نعم. أيضا يا أبو سعيد أنا ما سمعت كويس، معلش سامحني. أيضا يا أبو سعيد كان الأولى كمان تستضيف مدير التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم. رفضوا الحضور. يلا على الهواء رفضوا الحضور. نعم يا سيدي يعطيك العافية. أنا مش سامع كويس. والدعوة مفتوحة لأي إنسان من خلال الإذاعة. كل احترامي لك. الدعوة مفتوحة يا جماعة، أحيانا ما بتعرفوش تفاصيل الإعداد. يعني الدعوة مفتوحة لأي شخص لحلقات أخرى، في حلقات أخرى حابب إنه يتكلم، حابب إنه يوضح، حابب إنه يعني بعض النقاط الشائكة أو ذكر اسمه أو أيا كان، له حق الرد وله حق التواجد وقت ما يريد، وتلفوننا معروف وتلفونات الإذاعة معروفة. بنتشرف بأي حدا حابب إنه يكون معنا، يعني صاحب منصب، نائب أكاديمي، رئيس جامعة، رئيس مجلس إدارة، أي حدا من إدارة الجامعات احنا بنرحب فيه. إذاعة صوت الشعب إذاعة مفتوحة للجميع، وبرنامج بدون رقابة للجميع أكيد مفتوح بحرية وبكل جرأة وبشجاعة. دكتور خضر كمان مرة مشكورك شكرا جزيلا. دكتور محمد أبو سعيد مرة تانية شكرا جزيلا. شرفت بلقائكم. كان موعد الحلقة الساعة 1 فقط، لكن بناء على طلب الناس مددنا اللقاء حتى يكون يعني في إجابات على الأسئلة بشكل أكبر. مستمعينا الكرام، برنامج بدون رقابة مستمر لكن بعد فاصل قصير. برنامج بدون رقابة برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
زوجة قتيل بحلميش، هذه العملية اللي حصلت في حلميش، بتقول لن أعود للسكن بالمستوطنة أبدا. هذا الخبر للي بشكك في نتائج العمليات الفدائية. أبو مازن على استعداد لوقف جميع إجراءاته العقابية ضد غزة والتجاوب مع طلبات حماس، فقط بيشترط حل اللجنة الإدارية. اللي فهمناه الرئيس يريد التراجع خصوصا بعد هبة الأقصى، ولكن بده مبادرة من حماس. حدا يا جماعة يبادر وينزل الرئيس عن الشجرة. معلومات استخبارية بتصل للاحتلال بأنه أبو مازن أطلق يد فتح للمشاركة في جمعة الغضب نصرة للأقصى. تعليق الإسرائيليين على الأوساط الأمنية بتقول إن صح الخبر الدم حيصير للركب. دراسة علمية بتقول إنه شرب القهوة بيساعد على التخلص من الوزن الزائد. أنا بقول لكم الدراسة هذه كذب، والدليل أنا ياما شربت قهوة ولساتني بنصح. مستمعينا الكرام، انتهت فقرة دبابيس.